الزمالك بيخسر من نادي وادي دجلة بنتيجة 2-1. الزمالك اللي طلع حفلة والزملكاوية طلعوا حفلوا علينا إننا خسرنا من بيراميدز 2-0 وهم هيفوزوا دجلة فريق سهل، هيكسبوه وهيتصدروا ترتيب الدوري ب13 نقطة، لكن دجلة بيعمل المستحيل على نادي الزمالك. يعتبر أول فوز في تاريخ نادي وادي دجلة على نادي الزمالك، لكن صراحة المدرب بتاع وادي دجلة مدرب محترم ومميز، قدر يتعامل مع رتم المباراة بتاع الزمالك، استغل ضعف لاعبي نادي الزمالك وينزل لعيبة عشان يعملوا الفارق ويسجلوا التعادل، بعد كده بيسجلوا هدف التقدم لنادي وادي دجلة عشان هو يصبح ونادي وادي دجلة عنده 7 نقاط. ففوز دجلة يعتبر الفوز الأول في تاريخ دجلة.